اليوم كان عندنا واحد اللقاء بدائرة راس الطرف بزاوية الفغير علي بخصوص اللقاء التشاوري مع المجتمع المدني من أجل مناقشة جميع الإكراهات اللي كتهم ساكنة جماعة الشاطئ الأبيض، والحمد لله مرت بسلام وتم هناك مشاركة مجموعة من الأفكار، مجموعة من المقترحات، والحمد لله نتمنوا على أننا نعودوا عند حسن ظن الجميع، نتمنوا على أن جميع المشاريع اللي اقترحها الساكنة المحلية لأنها تخرج الحيز الوجود ونشوفوها إن شاء الله في الواقع، والله يجعلنا إن شاء الله عند حسن ظنهم. والسلام عليكم ورحمة الله. أنا شاكرين جماعة الشاطئ الأبيض، الرئيسة والنواب والأعضاء والحضور الكرام اللي جاوا من بعيد جاوا من قريب شرفونا بهذا اللقاء الكريم الشريف اللي لا شك أنه حد يلود المصلحة ويدعم المصلحة لابد يحضر لها ويتكلم فيها ويدعمها من موقعه بنصائح ببناء، لأنه البناء معني به السكنة كاملة، وخاصة الحماسيين والحماسيات. أولا شاكرين هذا اللقاء اليوم، وشاكرين الحضور الكرام اللي جاوا من بعيد ومقريب وفادوا هذا اللقاء بياسر من الفوائد ومن النصائح، وشاكرين عليه، وشاكرين وسائل الإعلام اللي دائما حاضرة ودائما تبلغ المعلومة كما هي. إذن هذا هو العمل المشترك، العمل اللي يبدأ من قليل ويلحق إلى المبتغى أو طريق المبتغى أو في الطريق الصحيح. إذن شاكرين اللقاء وشاكرين جماعة الشاطئ الأبيض الرئيسة والنوابها، وشاكرين المنخرطين، وشاكرين الحضور الكرام مرة ثانية. ونقولوا عن المصلحة محتاجة لها، محتاجة النواب اللي ترشحوا من أجلها، مترشحة يعني مترشحين من أجل المصلحة، بغات الساكنة حضورهم، بغات عمالهم، الغياب أو الكلام أو المعارضة ما هي الحجة ولا هو البناء. المعارضة تعود إيجابية، تصلح المفاهيم، تصلح الخطأ يعني، وتشجع المصلحة. اللي يعني المعارضة اللي هي لا شك ما أنا ضد المعارضة، والمعارضة منا وإحنا منها، غسنا منها ساكنتها أو المعارضين هم من الساكنة، وعارفين حاجات الساكنة، وعارفين الخاص الساكنة، وعارفين عن الساكنة محتاجة البناء، محتاجة الإصلاح، محتاجة الأعمال اللي بغات الساكنة. المكلف بإعداد برنامج عمل جماعة الشاطئ الأبيض للفترة الممتدة بين 2023 و 2028 اللي تم اختيار شعار جامعي من أجل برنامج عمل تشاركي خدمة للتنمية المحلية المندمجة. احنا اليوم في مرحلة التشخيص، وبدينا بدوار راس الطرف لقاء تشاوري تشاركي مع ساكنة جماعة الشاطئ الأبيض وفعالية المجتمع المدني. اللقاء اليوم كان لقاء ناجح بحضور الساكنة وفعالية المجتمع المدني اللي قاموا بتقديم مجموعة من المقترحات والمشاريع من أجل تنمية حقيقية لجماعة الشاطئ الأبيض، واللي كانت في مجموعة من المحاور، منها محور البنية التحتية، التعليم، الصحة والطرق، وأيضا النقل المدرسي. وتم اقتراح مجموعة من الإكراهات في الربط بالشبكة الكهرباء والربط بشبكة الماء الصالح للشرب. وكمجلس ديال الشاطئ الأبيض تم تبني هذه الأفكار من طرف أعضاء المجلس ومن طرفنا كمكتب دراسات، وسيتم وضعها في برنامج العمل من أجل إدراج أولويات المشاريع الممكن تنزيلها في الفترة الممتدة ما بين سنة 2023 و 2028.